يعلم بوتين حقيقة تاريخ الإمبراطورية المغربية، ويعرف بأن كيانا سياسيا اسمه الجزائر تأسس بالكاد قبل 60 سنة باعتراف العالم. ويملك بوتين من المستشارين في التاريخ ما يؤهلهم لتكوين فكرة واقعية عن تاريخ المغرب كإمبراطورية مثلت الغرب الإسلامي لقرون. في هذا السياق، شكل المنتدى الاقتصادي الروسي الجزائري مناسبة للرئيس بوتين لقصف أسطورة دولة الجزائر وإعادة الأمور إلى نصابها التاريخي، على اعتبار أن بوتين لا يؤمن بالتعاطي العاطفي مع دولة الجزائر على حساب علاقات تاريخية بين إمبراطوريتين تعود علاقاتهم التاريخية إلى أزيد من قرنين من الزمان. في هذا الصدد، وفي معرض تناوله لمعاناة المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا، ذكر بوتين الحضور بالتجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء، وأضاف عبارة بالقرب من الجزائر، وهو ما يقطع بأن هذه المناطق لم تكن خاضعة لسيادة الجزائر التي لم تتأسس إلا سنة 1962 في إطار حكم ذاتي تحت السيادة الفرنسية. ما قاله بوتين لم يأتي به من عنده، وإنما قرأه وتشبع به، ووصل إلى قناعة بأن الصحراء الشرقية هي أرض تعود للمغرب، وفي وقت تواصل فيه معاكسة المصالح الاستراتيجية للمغرب وتحتضن حركة انفصالية تدعي أحقيتها في جزء من أراضي المغرب، مع استمرار رفضها لأي وساطة لحل النزاع المفتعل حول قضية صحراء المغرب. تطرح الجزائر اليوم نفسها كوسيط موثوق به لتسوية النزاع بين موسكو وأوكرانيا، ذلك ما أعلن عنه الرئيس الجزائري أمس الخميس عقب لقائه مع نظيره الروسي في موسكو، قائلا أن الطرف الروسي قبل وساطة الجزائر فيما يخص النزاع القائم حاليا بين روسيا كدولة صديقة وبين أوكرانيا، مشددا في الوقت ذاته على أن الجزائر ستكون محل هذه الثقة التي وضعت فيها. وبينما شكر الرئيس الروسي بوتين الجزائر على استعدادها لتقديم جهود الوساطة في هذا النزاع، قائلا إنه شرح لنظيره الجزائري رؤية بلاده وأسباب هذا النزاع وملابساته. لم تعلق أوكرانيا إلى حدود الآن على المقترح الجزائري الذي لا تعرف تفاصيله، ويرى محللون أن الجزائر لا تحظى بثقل دبلوماسي وازن يمكنها من لعب دور الوساطة في أزمة دولية كبرى كالأزمة الأوكرانية الروسية، خاصة في ظل مواقفها الرافضة للحل الدبلوماسي لتسوية النزاع حول صحراء المغرب. وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد دعاية إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي بالأساس.